السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية جزائرية عطرة نزفها إليكم من استوديو رقم 8 بالتلفزيون الجزائري. بداية أسبوع موفق نتمناها لكم مشاهدينا. اليوم الأحد امتحانات شهادة التعليم المتوسط، كل التوفيق والتيسير لأبنائنا إن شاء الله. كل التوفيق، ربي معاكم ويسهل إن شاء الله. بداية أسبوع موفقة، واليوم رانا الفاتح من جوان، هو عيد الطفولة، اليوم العالمي للطفولة. نتمنى أن كل أبنائنا وكل أطفال العالم يكونوا دائما بألف صحة وخير وعافية، ويكونوا مثل الأزهار المنورة هكذاك، ونعولوا عليهم هم المستقبل. إذا أهلا وسهلا بكم مشاهدينا وين ما كنتوا في هذه الرحلة الصباحية الثقافية الخدماتية الفنية. برنامج صباح الخير يا بلادي يا أحلى جزائر، الجزائر الوردة الماسة زينة وعروس البلدان. نقول لكم بقوا معنا إلى تمام 10. عندنا فقرات جد مهمة، وخصوصا أنه اليوم نحتفل باليوم العالمي للطفولة. راح يكون عرض للأطفال خاص بهم في هذه الصبيحة. لنا كذلك مباشر من مؤسسة تربوية مع الزميلة فريال عليليش، وين رايحين نعملوا أجواء الامتحانات وبعض الآراء لتلاميذتنا وهما داخلين إلى الأقسام باش يمتحنوا، إلى جانب الصحن الصحي والغذاء الصحي مع سيدة لبنى بدني، وراح تعطينا أهم الوجبات الخفيفة اللي لازم ترافق أبنائنا في فترة الامتحانات. هي وجبات صحية تليق بهم في هذه الفترة. إلى جانب الشيف أميلة راح يكون معها مع وصفات هي الأخرى تناسب فترة الامتحانات. إلى جانب نجوم أطفال موهوبين ما شاء الله عليهم راح يشرفونا في هذه الصبيحة، إلى جانب كذلك فريق التحرير والروبورتاجات اللي راح تكون هذه الصبيحة. إذا نقول لكم تحية الجزائريين، صبح ربح واللي يشوفكم يربح. يلا إذا نواصل دائما مع الأطفال، وهديتنا الآن راح يكون عرض بهلواني جميل جدا، هدية جمعية بادي لكل الأطفال اللي راهم يتبعوا فينا الآن. إذا ضيوفي بعد الفاصل، يلا. إذا جمعية بادي للشباب والطفولة حاضرة معايا، والسيد ياسا سليم اللي راهو هنا راح يحدثنا شوية على الجمعية باش يقدم لنا هو الآخر عرض للأطفال. يعني نتكلموا شوية قليلا فقط باش نروحوا نقدم لكم هديتنا. سليم صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل المشاهدين الكرام. الله يخليك. مرحبا بنا عندكم. الله يسلمك وشكرا جزيلا على هذه المجهودات وهذه العروض اللي تقدموها للأطفال، من خلالها تدخلوا البهجة إلى كل البيوت وكل صدور الأطفال. نعم، احنا الهدف تاعنا أنه نلحقوا رسائل تربوية للأطفال ونلحقوا لهم حاجة يتعلموا منها بطريقة فكاهية. صحيح، تثقيفي تربوي. نعم، وترفيهي. طيب وقتاش تأسست الجمعية، جمعية بادي؟ احنا كنا في الأول كنا فرقة بادي. بدينا في 2012. نعم. وبعدها بدينا أسسنا الجمعية في 2022. رائع. رجعناها جمعية، ورانا باش يكملوا يتفتحوا لنا البيبان ان شاء الله ونكملوا في المشوار تاعنا ان شاء الله. طيب احكي لنا المناسبات، وين تشاركوا، وين تكونوا، كيفاش تضبطوا الاعمال نتاعكم؟ عندنا عده مناسبات في العام. نعم، نتعاملوا مع الديوان الوطني للثقافه والاعلام الوانسي. عندنا ايضا مع المسرح الوطني. عندنا ايضا مع بلديه الجزائر الوسطى اللي تنشط ايضا كثير من عروض خاصة للأطفال. وعندنا عدة برامج أخرى كما نقولوا خاصة، مؤسسة تربوية، روضات. بارك الله فيك. يسلمك. والمواضيع اللي تقدموها دائما تدرسوها من قبل تكون هادفة؟ طبعا دائما يكون عندنا كما نقولوا ندرسوا العمل اللي حنخدموه، ويكونوا أفكار مشتركة ما بين الفريق كله. نعم، يكون افكار مشتركه، وماذا بينا احنا نمدوا عده رسائل كما قلت لك. يكونوا عندنا مسرحيه بر الوالدين يحكي على بر الوالدين. عندنا ايضا على الدخول المدرسي. عندنا ايضا على الامانه. عندنا على التربيه المروريه. رائع.
وعندنا عدة مسرحيات أخرى ومواضيع هادفة جدا. نعم. رائع. طيب لو تكلمني على الفريق نتاعك، شفت معكم فتاة ما شاء الله. نعم. سكرة. عندنا نريمان الحوامدية اللي في تقدم دور نانو. نعم. وعندنا أيضا اللي راهي غائبة اليوم، نتمنى لها التوفيق والنجاح. عندها شهادة تعليم متوسط حوامدية سيرين. نوجه لها تحية ونتمنى لها إن شاء الله ربي يوفقها وينجحها إن شاء الله، وينجح كل من ممتحنين إن شاء الله. عندنا أيضا رياضي بوعلى منير والأسد. نعم الأسد. سباع. نعم. وكاين اللي راهم غائبين أيضا اليوم معنا للأسف. معليش احنا المهم انتم توصلوا لنا الرساله. نعم وتقدموا لنا عرض تحت عنوان العرض هذا بمناسبة عيد الطفولة. هذا هو للأطفال. نعم. بمناسبة عيدهم. نعم. رائع. نحييكم على لي كوستيم، يعني البدلات رائعة جدا. هذا لو كوستيم سي لو كوستيم تاع لو بريمي كلون الجيريان، البادي تاع الحديقة الساحرة اللي هو الوالد ديالي. شفت سؤالي وجاب الجواب. ما شاء الله ما شاء الله. نعم. اللي كان في التلفزة الوطنية. نعم. الحديقة الساحرة. نعم. تبقى في الأرشيف، أرشيف. نعم. التلفزيون وأرشيف ذاكرة نتاعنا. نعم. حنايا. يعطيك الصحة. إن شاء الله مكملين في المسيرة تاعنا. إن شاء الله يا ربي، ربي يوفقكم إن شاء الله. إذا تفضل سليم. يلا تقدموا لنا العرض. الله يخليك. يلا. هيا بينا. نانو، بصح قبل ما نبداو لازم نقدموا لهم نفسنا بالاغنيه تاعنا. طبعا بادي. صح. يلا لازم يعرف. نحسبوا معنا 1 1 2 3. نعاودوها. اسمعونا. 1 2 3. موسيقى سيدة من فضلك. فرقة بادي. فرقة بادي. موسيقى. تفضلوا. يلا. فرقة صح. نانو، أنا دوكاتيك نبداك. حبيت نسقسيك حاجة. اللي هي؟ شوفي نانو، أنا كي كنا جايين لهنا لقيت كاين أطفال لقيتهم شايدين بابل، لقيت أطفال تاني لابسين شابين. كي جينا للتلفازة أيضا لقيت أطفال لابسين هكا شابين كامل. واش كاين اليوم؟ كاين عيد بادي. كيفاش واش كاين اليوم؟ عيد؟ كيفاه العيد؟ العيد وعم حريق قسما نوض الصباح نروح نصلي معاه صلاة العيد. لا يا بادي. ماشي هذاك العيد، هذاك عيد الأضحى مازال. اليوم عيد الطفولة. يا سني بالعقل، عيد الأضحى مازال والعيد صغير جاز. واش من عيد؟ يا بادي. يسموه عيد الطفولة. عيد الطفولة؟ نعم. عيد الطفولة هو عيد عالمي بادي. بالعقل فهميني بالعقل نانو. صح. بالعقل. واش حبيت تفهم؟ وشنو هي عيد الطفولة؟ عيد الطفولة هو عيد عالمي جميع الأطفال العالم كامل. حبيت تقولي لي عيد العالمي للطفولة هذا؟ أيوة. يقولي لي هكا. لما اليوم هايلة كاين باتيسري، كاين كاطو، كاين بادي. خمم غير على كرشك. ما كاش هادو كامل. واش كاين مالا؟ في عيد الطفولة يا بادي الأطفال يتلاقاو يلعبوا، وكاين عدة نشاطات ترفيهية تثقيفية. فهمت يا بادي؟ يما لا تكي كاين نشاطات هكا وكامل. ما كاش ماكلة. ما كاش. خلاص ما قلت. وحنا جينا نلعبوا ولا جينا ناكلوا. خلاص. صح. قولي لي واش قلتي لي؟ وشنو؟ فكرت في واحد المفاجأة بادي. مفاجأة يا بادي. خلاص مفرقع. مفاجأة جاء. هكا يا بادي ونروحوا تبهدلنا. أنا بهدلتك. مفاجأة بادي. ما عرفتش مفاجأة. صح. هذه المفاجأة يا بادي هي عبارة عن أغنية نهديوها. نغنوا لهم أغنية ليهم. أنا. خلاص. صح. نغنوها ونهديوها للأطفال. بمناسبة عيد الطفولة نغنوا لهم أغنية. طبعا. ونهدوها لهم. هكذا. نعم. خلاص. هيا باش نغنوا لهم الأغنية يحسبوا معنا 1 2 3. And
برافو جمعية بادي للأطفال، شكرا جزيلا، وللحديث والفرجة شكرا جزيلا. نروح الآن إلى فرقة دادي نختم معها هذا العدد الخاص من برنامج صباح الخير يا جزائر. إذا شكرا كل فريق الإعداد كما أنت وقفت ودول طريق كيف نعمل